ألف ألف مبروك يا عمري. شايفة كل الخير يا حبيبة قلبي. يا رب تسعد بختها البت يا رب. وانت هم يمه شايف كل الخير، بس عاد اوصيك دير بالك على بنتي ها. بعيونه خليها عمه، ويحفظك لنا ويعطيك الصحة والعافية. يسلمك يمه يسلمك. اقول يمه ها، قولي عمه. انت ودش تشتغل؟ وأكدت مصادر أمنية أن الشاب الذي انتحر ليلة أمس لن تكون لديه أي عداوة مع أي شخص، لكنه وحسب ما ترك برسالته قد سأم الحياة ولا يود العيش. اسمع ابو مراد، هذا الحكي ما يصرف لي. شنو؟ انا على ابوهم لا بنخلصوهم. حدك يوم الخميس، اذا الفلوس ما تجي احرقهم حرق، وانت اولهم. انت اللي ورطتني. اسكت اسكت. ما اعرف، دا اقول لك للخميس. سهله بسيطه ابو مراد، انا الكم. هاي القشمريات ما تمشي عندي، ما اريد اسمع. شنو؟ لك بابا هاي يوم، دا اقول لك للخميس مستحيل. امشي امشي. وين صرتي تقولي لي وين صرتي صار الساعة؟ يا حبيبي غير على الزحام، شو اسوي انا بيدي؟ يلا ما يخالف، ما يخالف، خاطر حبي إلك. ايش ديتك يا حبيبي؟ وقد قرر بمحض إرادته أن ينتحر ويخلص نفسه من العذاب والصراع الداخلي الذي يعيش به. لا يمه لا لا، ليش هيك يمه ليش؟ لا يا ابني تعوذ من الشيطان. يا ربي ليش هيك يمه بعدك شباب؟ يلا يا معود دفضها، بدلت. حرام عليك، بعدها بشبابه، بيش طالبه؟ لا يمه لا، لا فدوة لا تسويها، فدوة طولك الحلو يمه لا تسويها. احنا ناقصين موت. ابني ايش تسوي؟ لا تغضب رب العالمين. بابا هذا اللي تسويه حرام. يا معود بعدك شاب، اقول لك حرام. هذا ايش يسوي؟ ده ينتحر. هذا جاي يسوي بنفسه. يمه رح يموت نفسه. تقول عيني اقعد، هذا يدور طشه. حبايبي ومتابعيني على الانستغرام واليوتيوب، هذا المقطع أنا اليوم صورته الشاب بعمر الورد اللحظات الأولى لانتحاره. هذا الموضوع جدا خطر، فعلا ماكو مشكلة وما لها حل. وإذا تقول الأبواب كلها مسدودة بوجهي، فأحب أقول لك أنت الله سبحانه وتعالى يحبك وكاتب لك رزقك وراحتك في وقت معين، والمشكلة بيك أنت. إيه أنت، لأن مستعجل. لا تستعجل، رب العالمين ما ينسى عبده حاشا لله. وبعدين كنا متفقين أن القتل حرام وعقابك النار، والانتحار هو قتل للنفس، لأن روحك هي أمانة رب العالمين فحافظ عليها. وديروا بالكم تفكرون ولو لحظة بهيك مواضيع، ترى الخاسر الأول والأخير وبالدنيا وبالآخرة هو أنت. وارجع أقولها وأنا متأكد، والله العظيم والله العظيم ماكو مشكلة وما إلها حل، وبالهداوة والمحبة والتسامح كل شيء يصير حلو. إذا ما تخاف على نفسك وعلى أصدقائك وأهلك، خاف من ربك، خاف من ربك ولا تغضب الخالق وتخون أمانته. والله يحفظكم ويسعد حياتكم ويبعد عنكم كل مكروه يا رب.